التغطية لجابر بوزيد. بهذه المناسبة الكريمة أننا قمنا بعدة وضع حيز الخدمة عدة مرافق عمومية. تقرير في السياق لجابر بوزيد. هنا متاجر بلدية وامرية توضح البرد بعد معاناة طويلة دامت سنوات في رحلة البحث عن قارورة الغاز. نهار اللي تجي الشتاء ويجي الثلج ما تصيبوش منه نفوتوا نجيبوا الغاز. حمل الدلاء والبحث عن المياه مشقة يتكبدها سكان قرية حين البيضاء بولاية المدية خاصة أيام البرد. كاميرا الحياة تنقلت لرصد انشغالاتهم. معاناة هذه منذ 5 سنوات. الصيف راه على الأبواب، على رانا نذكروا بكرهنا في الشتاء يعني نقدروا نمشوا أمورنا. راه لاحقنا الصيف راهي معاناة كبيرة، احنا الماء راه ما عندناش. كان معكم جابر بوزيد، تلفزيون الحياة مباشرة أمام مقر بلدية دراقة المدية. يطلق سكان بلدية تافراوت بدائرة شلالة العذاورة بالمدية تسمية أبو الفقراء على مختار الذي يمتهن الطب التقليدي. لماذا هذا الاسم؟ نتابع في تقرير جابر بوزيد. لا يزال الكثير من المرضى يلجؤون إلى الطب التقليدي بمعالجة الأمراض التي يعانون منها بعد تجريب طرق الشفاء على أيدي أطباء مختصين وفشل الطب الحديث في معالجتها، من بينها التهاب اللوزتين أو ما يعرف بالجراجم، الخلع والشقيقة. راه رب العالمين موفقني في علاج هذه الأمراض. إشارة إنجاز مشروع محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية البروقية. التغطية لجابر بوزيد. انطلاقة الفعلية لمشروع المستشفى المتخصص للأمم والطفولة على مستوى المدية. وخلال زيارته التفقدية إلى ولاية المدية طمأن الوزير الجزائريين على وفرة الحليب وجميع البقوليات على مستوى كل نقاط البيع. التغطية كانت لجابر بوزيد. نطمئن يعني كل الجزائريين يعني الوفرة كاينة لك لاحظتوها. نحط الرحال اليوم في ولاية المدية رفقة رئيس المجلس الأعلى للشباب، ومن خلال نحيي كل الأساتذة في هذا اليوم. جولتنا مستمرة ليلا في شوارع المدينة. وجدنا المحلات والعربات الصغيرة المتفرقة في الشوارع الرئيسية تضمن السحور مقابل مبالغ زهيدة، حيث يحضر سندويتش الشواء المشكل من مختلف أنواع اللحوم التي تعبق رائحته المكان. يا عمري الله نرحلو. جميل جدا أن تصوم رمضان وسط أهلك وأحبتك، والأجمل من ذلك أن تقاسم إخوتك المسلمين فرحة الصيام. هذا هو الحلم الذي يريده كل مغترب. فشهر رمضان في الجزائر وفي مدينة قصر البخاري بالضبط له نكهة خاصة ستظل مخزونة في الذاكرة. كان معكم جابر بوزيد، تلفزيون الحياة مباشرة من مدينة قصر البخاري المدية. تنمويا استفادت 126 عائلة كانت تقطن بسكنات هشة بحي جوجيل ببلدية وزرة بولاية المدية من سكنات جديدة. المستفيدون كانوا يقطنون بإحدى المحتشدات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. هذا وتندرج عملية الترحيل هذه في إطار البرنامج الدولة للقضاء على السكنات الهشة. التغطية لجابر بوزيد. هذا شحال؟ نعانيو كارثه لا حياه لمن تنادي هنايا، تشوف الله اللي يشوفك. واليوم الحمد لله فرج علينا ربي كثر خير الدوله. قضى عمي محمد 52 عاما من عمره وهو يمارس مهنة الحلاقة ببلدية قصر البخاري بولاية المدية. ورغم كل التطور الذي تشهده هذه المهنة إلا أنه ما زال وفيا لها، وزبائنه هم الآخرون أوفياء لمحله. ورقة في الموضوع لجابر بوزيد. رغم تطورها لا تزال حلاقة الرجال مهنة عم محمد الذي قضى فيها أكثر من 52 سنة. نظمت متوسطة قواسمية محمد بقصر البخاري في ولاية المدية حفل نهاية السنة على شرف التلاميذ النجباء تشجيعا لهم على النتائج التي حصلوها خلال السنة الدراسية الجارية. تقرير لجابر بوزيد.
والعام الدراسي يرحل ويستعد لإغلاق الأبواب وراء أيام مضت بكل ما فيها من جد وتعب واجتهاد بمتوسطة المجاهد قواسمية محمد بقصر البخاري. قام سيد علي من بلدية قصر البخاري بولاية المدية بتحويل مفرغة للنفايات إلى متنفس للعائلات والأطفال بمجهوده الفردي، وهو اليوم يطلب من السلطات المحلية دعمه في مشروعه الذي من شأنه تشغيل عدد من الشباب البطال، يقول جابر بوزيد في هذه الورقة. بعدما كانت مفرغة للنفايات، قامت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي بزيارة إلى عائلات ضحايا فاجعة الصابلات، حيث أكدت على ضرورة التكفل النفسي بهم، أين كانت مرفقة بوفد طبي يتكون من أخصائيين في الطب النفسي والعقلية. مريم شرفي زارت مدرسة محمد بعين بوسيف، إضافة إلى تفقدها المرافق الخاصة بالطفولة بولاية المدية. ارتفاع أسعار الماشية بسوق قصر البخاري بولاية المدية أمر أثار حفيظة المواطنين الذين يأملون في الاستقرار الأسعار عند مؤشر منخفض حتى يتمكن الجميع من اقتناء أضحية للعيد. التغطية لجابر بوزيد والتقرير لمنى الحلوي-زيتوني. ارتفاع أسعار الماشية في سوق قصر البخاري بولاية المدية أثار حفيظة المواطنين الذين أبدوا تذمرهم من الأمر. نحيتها من راسي باش نعيد نكذب عليك. يعتبر هذا الامتحان المصيري فرصة للمحبوسين من أجل رفع مستواهم الدراسي والاستفادة من أنظمة إعادة الإدماج التي أقرتها الدولة الجزائرية. تغطية لجابر بوزيد. مؤسسة التربية والتأهيل البرواقية مؤكدين أن بكالوريا 2024 كان في متناول الجميع. ميكروفون جابر بوزيد. ثم واش من شعبة؟ سيونتيفيك. واش فوتوا اليوم انت؟ مادة الفيزياء. في آخر يوم في سوق المواشي تنقلنا لسوق قصر البخاري ولاية المدية لنرصد لكم آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار دون مبرر مقنع. يا خويا جيت نساو من المال قالي بكسر اليوم قالي حالة. نأتي للطبق الرئيسي في المائدة، الطعام أو الكسكس، والذي يتم تحضير نوعين منه، نوع يطهى باللحم ويقدم مع الخضروات والمرق، ونوع يقدم مع اللبن. الطعام عطينا له الطرواز وبطيرات 3 فورات. متواجدون عند منزل شمس الدين عريبي ليصف لنا أجواء فرحته بنجاحه بالمرتبة الثانية وطنيا. أهلا وسهلا بك شمس الدين. بلدية قصر البخاري التي باتت طرقاتها تكتظ بالممهلات التي وضعت أغلبها بطريقة عشوائية غير مدروسة ولا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها، وهو ما حول نفعها في بعض الأحيان إلى مضرة وخسائر، يقول جابر بوزيد في التقرير التالي. تعرف الممهلات على أنها تحد من السرعة في بعض المسالك، أغلبيتها وضعت بطريقة عشوائية لا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متواجدون بأحد مراكز الاقتراع هنا بمدينة قصر البخاري جنوب المدية، صاحب خلال إعطائه إشارة انطلاق الشهر الوردي لمكافحة سرطان الثدي، أشار أنه قبل نهاية 2025 سيضاف أزيد من 25 مركزا للتداوي، وذلك من أجل تقريب الصحة من المواطن. التغطية لجابر بوزيد. يعاني مسؤولو حراسة وتوزيع المياه الشروب بفرقة المالح ببلدية بوغزول فيها منذ أزيد من 5 سنوات بدون أجور، رغم الوعود الكثيرة بإدماجهم بإرساليات كتابية وشفهية لكن دون جدوى. تفاصيل أكثر في تقرير لجابر بوزيد. هنا بوادي المالح ببلدية بوغزول جنوب المدية. احنا من 2020 واحنا خدامة بالشطوات هذو اللي دارهم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليومنا هذا بدون أجرة بدون تأمين. هنا بهذا الحي يقطن السيد كروشة لمدة 20 سنة، وبين ليلة وضحاها وجد نفسه مرميا في الشارع ينتظر حلا يأويه رفقة عائلته خصوصا في هذا البرد. ما عندي 10 أيام درك راني برا. أيها الناس، إن من أسباب نزول الغيث والرحمة الإحسان إلى الخلق. قال نبينا صلى الله عليه
وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء فأحسنوا إلى الفقراء. في التفاتة استحسنتها هذه الفئة في المجتمع. الاحتفالية التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، التغطية لمراسلنا من هناك جابر بوزيد. ببلدية فتحة العملية سيستفيد منها أزيد من 700 مواطن، تقدم لهم خدمات صحية في اختصاصات طب النساء وطب الأطفال وأمراض العيون والجهاز الهضمي، في حين وزعت إعانات تمثلت في أفرشة وأغطية على سكان المناطق المعزولة بالولاية. التغطية لجابر بوزيد. إلى قطاع آخر، علي فلاح من منطقة الماية ببوغزول بولاية المدية استثمر في غرس أشجار الزيتون، لكن ندرة المياه في المنطقة وعدم تلقي الدعم المادي أدى إلى تلف نصف محاصيله. التقرير لجابر بوزيد. علي فلاح من منطقة الماية ببوغزول قام بتغيير هذه الأرض من صحراء قاحلة إلى مساحة خضراء. عندي 15,000 شجرة، ميت النص كبير ميت. اليوم راني نسقي فيها قبل كمين، ما جاوا ما سواونا ما شافونا والو، ورحت لهم ماشي يعطوني عقد الامتياز تاعي. ويوافقوا على اقتراح ترقية 3 دوائر وبلدية إلى مصاف مقاطعات إدارية يسيرها والي المنتدب. ذلك للسكان مدينة بخاري كمقاطعة إدارية كبرى يسيرها والي المنتدب في إطار إن شاء الله يعني فيما بعد تصبح ولاية كاملة. Jabir Bouaziz is an Algerian journalist. Yes. He is 51 years old. Yeah. He lives in Ksar al-Bukhari. He works in Al Hayat TV station. Excellent. On Friday, he enjoys practicing sport. Excellent. Jabir Bouaziz is an Algerian.